السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف خير وفي صحة جيدة بإذن الله. مرحبا بكم في فيديو جديد وخبار جديدة ومعلومات حصرية عن تغيير رخصة السياقة المغربية بالإيطالية. وأخيرا هناك الجديد وهناك الرسمي، لأنه كيف ما كنا عارفين وكنتوا عارفين وفي فيديوهات سابقة كذلك كنا شرحنا معكم بأنه المغرب عمل اتفاقيه مع 20 دوله على اساس انه باش اللي كاين في شي دوله عنده الحق انه يبدل البيرمي ديالو. والمغرب عمل هذه الاتفاقيه مع 20 دوله، وما بين هذه الدول كانت ايطاليا، ولكن ايطاليا ما كانتش موافقه على هذه الاتفاقيه هذه، مازال ما عطاتش الاوكي ديالها. ومؤخرا تعملات مظاهرات وتعملات يعني خرجوا الناس المتضررين من خلال وقفات احتجاجيه هنا بايطاليا امام وزاره النقل. والحمد لله كانت واحد الاستجابه اللي هي صراحه زوينه. جاء الفرج ان شاء الله، كاين الفرج، لانه تم الامضاء على هذه الاتفاقيه ما بين المغرب وايطاليا على تغيير رخصه السياقه المغربيه بايطاليا. تم التوقيع على هذه الاتفاقيه بحضور سالفيني وكذلك وزير النقل وسفير المملكه المغربيه يوسف بالا. يعني شكرا على هاد الناس هادو اللي خرجوا داروا هاد المظاهره، وكنا شاركنا معكم كذلك في فيديوهات سابقه باش ان الناس تجمع باش هكا توصلوا الصوت ديالكم. الا مشى غير واحد الشخص او جوج او ثلاثه راه الصوت ما يوصلش، ولكن الحمد لله بالمجهود ديال هاد المتضررين والوقفات والاصرار ديالكم تم الاتفاقيه على يعني تم الامضاء على هذه الاتفاقيه ما بين المغرب وايطاليا على تغيير رخصه السياقه المغربيه بالايطاليه. وكنا عارفين ان النسخه البيرمي الطبعه ديال 2020 ما كانش تبدل، والحمد لله مني تم الاتفاق على هذا التغيير هذا، او تم الاتفاق على هذا او الامضاء على هذه الاتفاقيه. الحمد لله ان شاء الله ما غيبقاش المشكل ديال البيرمي، لان بزاف ديال الاخوان والاخوات كيعانيوا من هاد يعني هاد التغيير هذا ديال رخصه السياقه. الناس باغا تخدم بعيده، كاينه المراه اللي باغا تخدم ما عندهاش البيرمي، كاينين الناس اللي بحكم اللغه ما عندهمش اللغه باش كيحصلوا على واحد البيرمي ايطالي. الناس كتمشي تبغي تدخل السكولا يعني حتى هي تقرا، ولكن كاينين الناس الله يحسن العوان ما عندهمش اللغه، واخا يدخلوا للمدرسه ما غاديش يعني يستافدوا من هذا البيرمي. الحل الوحيد هو كان هذه الاتفاقيه انه يتم الامضاء عليها، واليوم تم الامضاء على هذه الاتفاقيه. هادشي حصري اليوم مع العشيه، مع 4 ديال العشيه تم على هذا الخرج مرسوم كيأكد على الامضاء ديال هذه الاتفاقيه ما بين المغرب وايطاليا على تغيير رخصه السياقه. والشكر كذلك على الجمعيات اللي كاينين هنا بايطاليا اللي هما كيعملوا واحد المجهود اللي هو كبير باش انهم يوصلوا الصوت ديال المتضررين من خلال رخصه السياقه، وكذلك الوقفات والمظاهرات اللي تعملات مؤخرا. الحمد لله تم الاتفاقيه على هذا تغيير رخصة السياقة، لأنه واحد المشكل اللي هو كبير بزاف صراحة. ما كانش الحل من غير هو أنهم يوافقوا على الاتفاقية اللي عملات المغرب مع 20 دولة، ما بين هذه الاتفاقية اللي هي إيطاليا، والحمد لله مني وافقت عليها إيطاليا. وإن شاء الله نشاركوا معكم أهم التطورات في هذا التغيير هذا أو هذه الاتفاقية اللي تم الإمضاء عليها، ونشاركوا معكم الجديد من طبيعة الحال في التغيير ديال رخصة السياقة المغربية بالإيطالية. اشتركوا في القناة باش إن شاء الله توصلوا بجميع المعلومات، وأي جديد نحطوه في القناة إن شاء الله توصلوا به. والله يسهل على الجميع، وكنقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو قادم بإذن الله.